السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم من المطبخ منال، فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنعمل سلطه الكول سلو يعني بحاجات بسيطه خالص ان شاء الله تطلع معانا زي العسل. قبل ما نبدا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف مقادير وصفتنا مع بعض. معايا المقادير بتاعتي، معايا نص كوبايه مايونيز، ده الصوص بتاع السلطه. معايا ربع معلقه صغيره ملح وبصل بودر وفلفل اسود، كل ده ربع المعلقه. معايا 3 معالق كبار خل تفاح، ما ينفعش ابدله بخل ابيض. ومعايا 3 معالق سكر. سلطه الكول سلو او الكميه اللي انا عاملاها دي من 3 ل 5 معالق سكر، بس انا عشان ما تبقاش السكر زياده قوي، هو طعمها هيبقى مظبوط بس انا مش عايزه اكتر سكر. ومعايا نص عصير ليمونه. والخضار بقى ده للصوص. الخضار معايا ربع بصله، هي بصله صغنونه فمقدارها ربع بصله. خلاص، عايزه تلغي البصل تمام. معايا جزرايه، يعني بصي جزرايه كويسه كده حجمها يبقى كويس. ومعايا ربع الكرومبا الكابوتشا، يعني ربعها كده. خلاص، التقطيع بقى هعمل ايه؟ هعمل في الكبه، هقطعه واحطه في الكبه. خلاص، هقطعه دلوقتي وهعمله في الكبه، بس الاول هعمل الصوص بتاعي. خلاص، هنزل بالخل. معايا الخل، معايا السكر، معايا نص كوبايه مايونيز اهو. بسم الله. معايا ملح فلفل بصل بودر، ومعايا نص عصير ليمونه. خلاص، عصرت الليمونه في المصفى بس عشان ما تعملش اي بذر او اي حاجه تضايقني او تغير طعم السلطه. خلاص، هقلب بقى الخليط ده كله مع بعض. وبعد ما خلصت الصوص قلبته كويس، هضيف بس معلقتين رايب عشان اللي عنده قولون يعمل الخطوه دي. القولون بيتعبه، يحط معلقتين بس رايب عشان البصل وعشان البصل البودر. خلاص، هقلبهم بقى اخر تقليبه اهي، واحطهم في التلاجة ونشوف هنعمل ايه مع بعض في الخضار. خلاص بقى، وصلت الخضار. الصوص طعمه خطير والله العظيم خطير. اضافه اللبن الرايب، اللي عنده قولون واللي مش عنده قولون يحطها، طعمه تحفه والله العظيم، طعمه تحفه. اهو هقطع الجزر والبصل وهحطهم مع بعض يضربوا. خلاص، ممكن احط كل حاجه لوحدها عادي برضه، ماشي. هضربهم بقى كلهم، ماشي. وبرده الكرنب اهو هقطعه معاكم كده، هحطه برده في الكبه. بس كل حاجه لوحدها عادي، يعني مش هتفرق، كله لوحده كله مع بعضه مش هتفرق. خلاص، بس الطريقه دي بقى، وهضربهم لحد ما يبقوا ناعمين، وهنشوف بعد كده يبقى شكلهم عامل ايه مع بعض. كده خلاص، قطعت الخضار بتاعي. بصوا خليته ناعم خالص. بصوا شايفين عامل ازاي اهو، ماشي. بصل جزر كرنب. هنزلهم بقى في الصوص، طعمه والله العظيم رهيب. بصوا السلطه دي مش زي كنتاكي، مش زيها، لا هي السلطه هي. وعلى ضمانتي امشوا بس على المقادير بالظبط والمكونات اهو. هقلبها بقى، اسفه على الصوت ده، هقلبها بس. اقل حاجه بقى للسلطه دي تقعد في التلاجة 12 ساعه عشان تاكلي طعم مظبوط، عشان كل اللي فيها ده يستوي. طبعا الخل فايدته ان هو بيسوي الكرنب. خلاص، والسكر برده بيعادل طعم البصل والكرنب والجزر اهو. هقلب كده السلطه الجميله بتاعتي دي، وهوريها لكم بعد التقليب تبقى عامله ازاي. خلاص كده انا خلصت السلطه بتاعتي. بصوا عامله ازاي. بصوا كل ما هتقعد بقى تلاقيها نزلت صوص. بصوا جوسي وجميله ازاي، مش ناشفه. والصوص بالمقدار بالظبط، المايونيز نص كوبايه بالظبط، والخل والسكر وكل اللي قلت لكم عليه. نقدمها بقى. والله العظيم ريحتها هي مش زيها والله العظيم. اعملوها وعلى ضمانتي. لو ما لقيتوهاش طعم السلطه بجد، الكول سلو، قولوا علينا انا ما بفهمش حاجه اهو. بصوا، من نهايه الفيديو وعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكانت معاكم اشتراك. كانت معاكم منال مطبخ منال. اشوفكم فيديو جديد مع الف سلامه، توحشوني. باي باي.